بعمل ورز، أكلة كتير طيبة وكتير فخمة والكل بيحبها. كل العالم بتطبخها بس كل شخص له طريقته. تعالوا نشوف مع بعض كيف كانت طريقتي لأنها كتير طيبة وباحترافية. وتعال نبلش سوا. بالبداية عندي بامية يابسة، مجهز مي بغليها كتير منيح وبضيف عليها كوب من البامية اليابسة للكوبين حسب الكمية اللي انتو بتحبوها. وبعد ما تغلي بغطي عليها النار لحتى تتفتح الحبة البامية كتير منيح. بهالوقت بكون حطيت زيت بقلب طنجرة تانية، وبعد ما بتتفتح الحبة بهاي الطريقة بصفيها كتير منيح وبحطها فوق الزيت لأقليها. في عالم ما بتحب تقليها، بتشوحها تشويح بالزيت. أنا لا بحب أقليها. بس انصغرت معانا بترجع بتصغر بعد ما تكون فتحت بهالشكل بترجع بتصغر. بس انصغرت معانا وحمر لونها بهاي الطريقة اللي انتو شايفينها. بعدها بتصفوه كتير منيح من الزيت وهيك بنكون خلصنا كامل كمية. لبين ما تنقلى بطنجرة تانية على النار بنحط لحمة خروف قطع مدهنة. أنا بحبها كتير مدهنة لأنه الدهنة اللي فيها بتعطيها كتير طيابة وبتعطيها طعم زاكي كتير بديل السمنة. يعني بحط لها شوية سمنة وبنفس الوقت اللي هي كتير كتير بتعطيها فائدة. بهالوقت بنكون حضرنا التومات وفرمناهم كتير منيح وحطهم فوقهم. التوم بيعطي طعم كتير طيبة وريحته بتغوي بالقلب. نحط البامة بعد ما تكون جهزت معانا ونقلت كتير منيح بشوحها هيك شوي مع اللحمة. بعد ما بحط لها كمان ملح وفلفل تكون جاهزة بضيف عليها المي المغلية. بس نتسبكوا مع بعض بكون بوعاء لحاله. بحضر رب البندورة. في عالم تعمل بندورة طازجة، أنا ما بحب هاي الطريقة. هاي طريقتي، كل شخص وطريقته. بعد ما شايفين كيف ما تفتحت الحبة كتير منيح، بجيب رب البندورة اللي جهزته مع شوية دبس الرمان وملح وفلفل وبحطهم فوق بعضهم. بس انغلت كتير منيح وتسبكوا مع بعض كتير منيح بتصير عنا البامية جاهزة. ولا أطيب من هيك ولا أسكم من هيك وسريعة وما بتاخد معنا وقت وبتطلع طعم كتير خرافية. واللحمة والدهنة عاطينا طعم كتير كتير طيبة. إذا حبيتوا وصفتي لا تنسوا المتابعة والاشتراك بالقناة كتير مهم. بتمنى أن تعجبكم وصفتي لليوم. كانت معكم قناة أم عصام، وهي البامية صارت جاهزة مع رزاتنا. شوفوا بسم الله ما شاء الله، وطعمة فوق ما بحكي لكم خيال. طعمة كتير 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 طيبة. تابعوني واشتركوا بالقناة ليوصلكم كل جديد عن طبخاتي. كانت معكم قناة أم عصام، بحبكم كتير.